Vincent Almorcosi del Mansi Mindia. معلش سيدنا في الدير ويجي بالسلامة، وربنا دايما يكون وسطينا وناخد بركته. في سؤالين. سؤال بيقول: هل يوجد بشر سمائيين فيهم طبيعة الجسد المادي؟ لا، السماء ما فيهاش جسد مادي، جسد نوراني على شبه جسد السيد المسيح، جسد ممجد. لكن الأرض دي أجساد أرضية زي ما قال بولس الرسول: توجد أجساد أرضية وتوجد أجساد سماوية، لكن مجد الأرض شيء ومجد السماء شيء آخر. برضه في نفس الورقة أنا دايما بسأل عن الموت وما بعد الموت، وبس دايما خايفة جدا من الموت. لا، السيد المسيح قال: ما تخافوش من الذين يقتلون الجسد. وبيسأل ويقول: ما المقصود لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. لما بولس الرسول شاف الفردوس نطق هذه العبارة وقال: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. برضو حد بيسأل: ما معنى يوجد خارجا الكلاب والسحرة؟ طبعا كل البعاد عن الملكوت وعن وصية ربنا دول بيسموا بهذه العبارة، زي ما قال السيد المسيح للمرأة الكنعانية: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فإحنا أبناء وإحنا عايشين وصية ربنا، ربنا يبعدنا عن هذا اللقب. بنعمة ربنا هناخد ثمرة من ثمار الروح القدس. انتوا عارفين ثمار الروح القدس كم ثمرة؟ 9. موجودين فين؟ غلاطيا 5:22. احنا اتكلمنا قبل كده عن ثمرة المحبة، عطيتكم موضوع عن المحبة، مرة عطيتكم عن الإيمان، مرة عطيتكم عن طول البال، عن الصبر. هديكم النهاردة ثمرة من ثمار الروح القدس اللي هي الثمرة الستة. هم 9 ثمار. الثمرة الستة هي الصلاح. هي الصلاح. نقولهم مع بعض: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تحفف. طيب الصلاح ده مين هو الصالح؟ الصالح واحد هو مين؟ هو ربنا. عشان كده المزمور يقول: احمدوا الرب لأنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. والسيد المسيح قال: ليس حد صالح إلا مين؟ إلا الله. ما فيش حد صالح إلا الله. أمال يقصد بمعنى إن احنا نكون صالحين؟ صالحين يعني طيبين خيرين، لأن احنا أبناء الله، كما سلك ذاك فلنسلك نحن أيضا. طبعا الصلاح اللي مقصود به ربنا ده الصلاح المطلق. أما الصلاح اللي مقصود به احنا ده صلاح صلاح نسبي. زي ما بنقول على زكريا وإليصابات: البار هو مين؟ هو ربنا بس. لكن نقول على زكريا وإليصابات: كان كلاهما برين أمام الله. هنا بر نسبي والله بر بر مطلق. من منكم يبكتني على خطية. احنا الصلاح بتاعنا صلاح نسبي، اما ربنا صلاحه هو صلاح هو صلاح مطلق. هو صلاح مطلق. زي ما بيقول: انا نور العالم وانتم نور العالم. طب الفرق بين النورين؟ هو نور واحنا نور؟ لا، احنا بنستمد نورنا من نوره. زي بالظبط الشمس، القمر بيستمد نوره منين؟ من الشمس. فالسيد المسيح هو شمس البر، واحنا بنتشبه بالقمر اللي يستمد نوره من مين؟ من شمس البر، وهو السيد المسيح. لذلك قيل عن الملك آسى أنه عمل ما هو مستقيم وصالح أمام الرب. لما نلاقي راجل طيب وراجل حلو كده وراجل خير أو ست طيبة، نقول الست دي صالحة. الراجل ده راجل
صالح. كل أولاده إيه؟ صالحين، يعني خيرين طيبين ناس حلوين. إنسان إيه؟ إنسان صالح. عشان كده ربنا قال على مريم، قال لمرسى: مرسى اختارت مريم النصيب الصالح الذي إيه؟ الذي لا ينزع منها. طيب بس صلاح ده يبقى بالبق؟ يعني عشان احكم على انسان صالح ولا واحده صالحه بالكلام، كلامها حلو وخلاص؟ لا طبعا، الكلام لازم يكون طالع منين؟ مش من الشفتين، طالع منين؟ من القلب. عشان كده السيد المسيح قال: الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. لو قلب حلو من فضة القلب يتكلم ايه؟ يتكلم اللسان. عشان كده عشان كده الكتاب قال ايه بقى؟ فاض قلبي بكلام ايه؟ داود النبي: فاض قلبي بكلام ايه؟ صالح. الانسان اللي قلبه حلو تلاقي لسانه حلو. زي الحنفية، لو الحنفية عذبة تطلع مية عذبة، البير مالح يطلع مية ايه؟ مية مالحة. فالكلام الصالح يبدأ من القلب، يبدأ من القلب. عشان كده السيد المسيح لما فسر نوع البذرة اللي وقعت على الأرض الجيدة، قالوا له: يعني الأرض الجيدة؟ قال: هم الناس اللي يسمعون الكلمة، كلام ربنا، ويحفظونها في قلب جيد صالح. في قلب جيد ايه؟ صالح. يخزن كلمة ربنا لأن في قلب جيد صالح زي التربة الجيدة. ويثمرون بالصبر، عندهم الصبر وطول الأناة، فالكلمة تجيب ايه؟ تجيب ثمر. كمان الكلام الصالح مش بالكلام، الإنسان الصالح مش بكلامه ولكن بأعماله. الإنسان الصالح مش بكلامه ولكن بإيه؟ ولكن بأعماله. شوفوا سفر ميخا النبي يقول لك: تعالى أقول لك 3 حاجات عشان تبقى أنت إنسان صالح. عايز أن ربنا يحكم عليك أنك إنسان صالح، اعمل 3 حاجات. ميخا النبي يقول لك: 1، أن تصنع الحق، خليك إنسان حقاني. في ناس واحد يقول لك ده إنسان ظالم، ده ما تخافش ربنا، ده ظلمتني، فلان ظلمني. عشان تبقى إنسان صالح خليك حقاني. 1، خليك حقاني. 2، حب الرحمة. الإنسان الصالح دايما يصنع الرحمة. يبقى كان السيد المسيح إيه؟ كونوا رحماء كما إني أنا رحيم. كان يقول: يصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف إيه؟ في الشعب. الإنسان الصالح يبقى حقاني، الإنسان الصالح يبقى رحيم، يبقى عنده رحمة في قلبه. الإنسان الصالح كمان 3 حاجة، أن يخليه إنسان متواضع. يبقى إنسان متواضع: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. لو إحنا عملنا ال3 حاجات دول نسمع كلام السيد المسيح في الآخر اللي يقول لنا: نعما أيها العبد إيه؟ الصالح والأمين، كنت أمين في القليل فأقيمك على إيه؟ على الكثير. من ضمن الثلاثة اللي قلناهم إن هي عمل الرحمة. عشان كده نسمح كمان الصوت الثاني للذين على اليمين: تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل ملك. لأن إيه بقى؟ جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وكنت مريضا فزرتموني. 7 8 حاجات دول. قالوا له: إمتى؟ قال لهم: بما إنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي قد إيه؟ فبي قد فعلتم. لذلك قيل عن طبيصة أيام بطرس الرسول: كانت ممتلئة أعمال صالحة وأحسنات تعملها. شفتوا بقى الكتاب مدحها إزاي؟ كانت مليانة أعمال صالحة لأن كانت إنسانة خيرة وبتعمل الخير. كمان الإنسان الصالح يبارك، ربنا كده يباركه والناس تباركه. القديس بولس الرسول يقول لأهل كورنثوس: الله قادر أن يزيدكم في كل نعمة لكي يكون لكم اكتفاء في كل حين في كل شيء في كل عمل إيه؟ صالح. ودي بنقولها في القداس:
في الأواشي لكي نزداد في كل حين في كل عمل إيه؟ في كل عمل صالح. فربنا خلقنا عشان نعمل الخير، نعمل الخير مع الكل. وهو كده كان يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين وإيه؟ والطالحين. ربنا ما بيميز، ربنا بيدي الخير للكل. اوعى تقولوا دي ما تستاهلش، اصل دي ما عملتش معايا معروف، اصل العين بعينه. لا، ما عندناش كده. الخير اعملوه مع ايه؟ الخير اعملوه مع الكل. لو انا عملت الناس بالطريقه عين بعين وسن بسن هتعامل بنفس المعامله من ربنا. لو عطيته وميزتش وخليه زي سيدي، يقول لك الكيل الذي تكلون به يكال لكم ايه؟ يكال لكم ويزاد. والقديس بولس الرسول بيوصي تيموثاوس ويقول له اوصي اغنياء هذا الدهر ان يصنعوا صلاحا، يعني خلي عندهم ايه؟ خلي عندهم رحمه، وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحه. الغني مش بالفلوس، الغني منين؟ الغني من اللي يدي ويكنز ايه؟ ويكنز السماء، ويبقى عنده أعمال صالحة، عنده أعمال صالحة. فربنا خلقنا لأعمال صالحة، وده قصد ربنا، ولازم نمشي عليه، لازم نمشي عليه. عشان كده القديس بولس الرسول بيقول لنا من دلوقتي بقى لا يكن السارق سارق فيما بعد. اللي بيمد ايده وياخد حاجة مش بتاعته ده خطية، ده إنسان مش صالح، إنسان شرير. أمال نعمل إيه يا رب؟ قال له بدل بقى الشر بالخير. يلا روح اشتغل وادي من عمل إيه؟ يديك، وادي المحتاج، وتحول الشر إلى تبقى إنسان إيه؟ تبقى إنسان صالح. الإنسان اللي بيطلع إدانة وشتيمة وكذب وكلام وحش من بقه، فالقديس بولس الرسول يقول لك إيه؟ لا تخرج كلمة رديئة من إيه؟ من أفواهكم، بل كل كلمة صالحة للبنيان لكي تعطي السامعين ايه؟ نعمة. يلا بدل الكلام، حول الشر الى ايه؟ خير. وغير نفسك، غير نفسك. عشان ابقى انسان صالح حط ربنا دايما قدامك في كل حين، خاف ربنا. قول كده مع داود: جعلت الرب امامي في كل حين، فانه عن يميني فلا ايه؟ اتزعزع. قول مع ايليا: حي هو الله الذي انا ايه؟ واقف امامه. قول مع يوسف: كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ امام الله. طيب ربنا، اوعى تقول اصل انا بشر، اصل انا ضعيف، ازاي هبقى صالح؟ طب انا مش ربنا، انا مش نبي، انا مش قديس. لا، ربنا اعطانا امكانيات. كل انسان مسيحي ربنا اعطاله امكانيات ان يكون قديس ويكون كامل ويكون انسان صالح. خلقنا ربنا على صورته ومثاله، ولما فسدت الصوره جددنا من الماء والروح في المعموديه، واصبحنا خليقه جديده، لانكم جميعا الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم ايه؟ المسيح. ربنا مديك امكانيات، ربنا جعلك هيكل للروح القدس. انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. اوعى الشيطان يقول لك انت طول عمرك هتفضل كده. قول له: لا، انا خليقه جديده، انا صورة الله ومثاله، انا هيكل للروح القدس، انا معايا نعمه بترافقني زي ما قال بولس الرسول: لا انا بل نعمه الله العامله ايه؟ العامله فيا والعامله معي. انا ربنا ما سابنيش لوحدي، ده ربنا معايا، اللي قال: انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. يكفينا ان اسمه عمانوئيل الذي تفسيره وان كان الله معنا فمن ايه؟ اقدر ولا ما اقدرش؟ اقدر، استطيع كل شيء في المسيح الذي ايه؟ يقويني. فربنا معايا كل الايام، وهو اللي قال: بدوني لا تقدروا ان تفعلوا ايه؟ شيئا. وارميا يقول له: يا رب انا الوحده ما اقدرش اتوب، توبني يا رب فايه؟ توبني يا رب فاتوب. من امكانيات ربنا اللي اعطاها لنا ان اعطانا الوصيه، ترك له وصيه، والوصيه ده نور، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. امشي في الوصيه هبقى انسان صالح، وابقى انسان ايه؟
خير، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. من الإمكانيات اللي ربنا عطاهاني ترك لي سير القديسين. أديكوا شايفين الأفلام، وكل واحد عرف القديسين بتوعت كنيسته وبتوعت العالم كله. انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم. هم بشر لكن سلكوا في القداسة وسلكوا في الصلاح. معايا كمان المرشدين، ربنا وسطينا كده ناس بتخاف ربنا. عندك أب اعتراف، عندك بقى إنسان خير طيب، عندك إنسان بركة كده في البيت، تيتا جدو تشورهم وتاخد مشورتهم. فربنا ما سابكش وحدك، ربنا كمان مديك وعود. دي فترة اختبار، ويا بخت اللي يغلب في الوعود اللي عطاها لملائكة الكنائس السبعة. كلكم عارفينها. من يغلب سأعطيه أن يأكل من المن المخفى. من يغلب هكتب اسمه في شجرة الحياة. من يغلب هيلبسه ثياب بيض. من يغلب هديله اسم اسم جديد. من يغلب سوف يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. فالإنسان ما يستهنش، الواحد يجاهد إن لازم يكون إنسان صالح، وفيه الثمرة دي ثمرة الصلاح. والكتاب المقدس فيه أمثلة كتيرة إن ربنا لما مشيش عدل لا تستهين بلطف الله، بغنى الله ولطفه وطول أمهاله، عارفا إن لطف الله إنما ومهاله إنما يقتادك إلى إلى التوبة. فربنا بيديني مهلة وبيطول باله عليا، فلازم أتوب. أديكوا شايفين سدوم وعمورة لما ما تابوش ولع المدينة بالنار. أديكوا شايفين الطوفان طبعا أيام نوح. ربنا طبعا عايزنا كلنا نعيش في الصلاة. أديكوا شايفين الغني والعازر، مات الغني ودفن، ومات العازر وحملته الملائكة. هو اللي عمله الغني؟ كل اللي عمله الغني ما قالش انه كان بيكذب ويشتم، لا، ما كانش عنده رحمة بس. يعني عدم الرحمة ما دخلتوش ما دخلتوش الملكوت. هاخد 3 حاجات واختم بيهم الكلمة. 1، كيف أكون صالحا. آخر حاجة كيف أكون صالحا. 1، اهرب. 1 اهرب منين؟ ما دامت أنا عندي خبرة سنين طويلة، كل واحد وعمره، ياما مرت علينا الأيام، وياما شفنا تجارب، وياما مرت علينا خطايا، واللي انهزمنا بيها وانتصرنا عليها، والخبرات بقى والعظات اللي سمعناها. ما دامت عندنا خبرة من السنين اللي فاتت لازم نتعلم منها. في بستان الرهبان أحد الآباء قال: لم أذكر إني سقطت في خطية واحدة مرتين. المرة الأولى كانت غصب عني، أو هفوات، أو مش واخد بالي، أو عن ضعف، لكن تاني مرة ما كررتهاش. مش الواحد بقى يبقى كده ضعيف ويتمادى والشيطان يضحك عليه. اهرب وما تكررش الخطية. عشان كده بنقول كده في القداس الإلهي: انعم علينا يا سيدنا بعقل وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر من كل أمر رديء. قديس بولس يقول لتيموثاوس: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واجتنبها. والسيد المسيح أعطانا نموذج للهروب في كذا موقف، وأهمها طبعا الهروب من الشر ومن وجه هيرودس. لذلك سفر الأمثال يقول: الصديق يبصر الشر فيتوارى زي القديس الصديق يوسف الصديق. أحد الآباء قال: اهرب من الخطية كما تهرب من الحية. لو واحد لقي تعبان ما يروحش عنده، طبعا يهرب من التعبان يحسن يقرصه. اهرب من الخطية كما تهرب من الحية. كيف أكتني الصلاح؟ 1، اهرب. جلسة فيها إدانة، جلسة فيها خطايا، حاجات ما تمجدش الله. طوبى للرجل الذي لم يجلس في مجلس المستهزئين. اهرب لحياتك. 2، درب حواسك ان تكون مع ربنا. 2 بقى، اغصب نفسك.
اغصب نفسك. السيد المسيح قال كده: ملكوت الله يغصب والغاصبون ايه؟ يختطفون. بيجي صوم، يجي صوم يضحك عليه الشيطان وشهوة البطن وشهوة الأكل، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. هو الطمع ومحبة العالم جاي منين؟ من الشهوات. عدم الصوم من الشهوات. فطبعا الواحد يغصب ايه؟ يغصب نفسه، يغصب نفسه. ده مفتاح القداسة، مفتاح القداسة. كان في راجل قديس وعايش وسطينا، كان لا يمشي في الشارع ما يعرفش مين اللي ماشي في الشارع، مئات ماشية في الشارع وهو ماشي ما يعرفش مين اللي جنبه، حتى لو كاهن. أنا ما كنتش أنا أقول له ازيك يا عم فلان ما يسلمش علي، لأن فكره مع مين؟ فكره مع رب. يدرب عينه إن دايما فكره وعينه مشغولين بمين؟ مشغولين بربنا. أعرف برضه واحد تاني في عز أكل الفطار يحطوا كذا صنف، لو اشتهت نفسه أكلة من الأكلات ما ياكلهاش، حتى لو فطار، حتى لو فطار ما ياكلهاش، لأنه بيدرب إيه؟ يغصب نفسه إزاي ينفذ إيه؟ ينفذ الوصية. فالإنسان الجاد يغصب إيه؟ يغصب نفسه. وده الفرق بين الإنسان القريب لربنا والإنسان البعيد لربنا، لأن محاربتنا طبعا الروح يشتهي ضد الجسد، والجسد يشتهي ضد الروح، والجسد يشتهي ضد الروح. واحد بقى فضل يغصب نفسه يغصب نفسه لغاية بطل إن هو يدين حد خالص، وجه عند بقى في يوم الدينونة، كلكم عارفين القصة دي، دخل السماء بسبب عدم ايه؟ عدم الإدانة. كان بيغصب نفسه انه ما يدينش حد، يقول ده أبر مني أحسن مني، يصلي من أجله، احتملوا بعض ما ندينش حد، ودخل السماء بسبب عدم الإدانة. دي قصة في بستان الرهبان. ثالث حاجة يبقى: 1 اهرب، 2 اغصب نفسك، 3 التزم. خلاص انت غصبت نفسك واتدربت، التزم بقى. عشان كده القديس بولس الرسول يقول له: كل الكلام اللي بوصيك بيه يا تيموثاوس داوم على ذلك. اهم حاجة ايه؟ الاستمرارية. مش بعد اول اعترفت مشيت يا ابونا اسبوع كويس ورحت وقعت. احنا في الصوم الكبير مشيت يا ابونا بس في ال50 بقى انا اتلخبطت. لا، الشاطر بقى مسكت في وصية ومسكت في تدريب روحي. يقول لك الكتاب: داوم على ايه؟ على ذلك. استمر استمر. ابو مقار فضل يقاوم الحروب الروحية لغاية الحروب الشياطين لغاية آخر لحظة في حياته. آخر لحظة في حياته وهو في الاحتضار. الشيطان كان مستني يعني أي غلطة لأبو مقار، ويقول: أنا ضعيف، أنا إنسان خاطئ، ارحمني يا رب. في الآخر خالص لما الملاك جاي ياخد روحه يقول له: فلت مننا يا أبو مقار. يقول له: ربنا وحده هو إيه اللي فلتني من بين إيديكم. فالإنسان يستمر حتى لو لآخر إيه لحظة. شفتوا البابا شنودة الله ينيح نفسه في آخر لحظة من إنسان جسده كله تعبان، وشفتوا كانوا مسندونه إزاي، وفضل مواظب على التعليم والجهاد والخدمة لآخر إيه؟ لآخر لحظة. شوفوا مثال أبونا رفيل عندنا، الراجل كبير في السن ويجي بالعكازين ويمكن بيجي 6 أيام من 7 أيام في الأسبوع، ربنا يحميه. إنسان بيجاهد، إنسان إيه؟ بيستمر، داوم على إيه؟ مع عذره كان ممكن نقول كفاية يومين في الأسبوع، أنت راجل كبير بقى، الواحد بيطلع معاه 60 سنة. لا، الإنسان يداوم على إيه؟ لا يكلل إلا الذي إيه؟ جاهد. مش هيكلل إلا الذي إيه؟ جاهد. عشان كده موسى النبي لما كان يشوع في الحرب مع عماليق، فكان عامل ايده علامة الصليب، فلما كان بينزل ايده كان يشوع يتهزم، الجيش يتهزم. لما يرفع ايده الجيش ايه؟
ينتصر. فدايما داوم واصرخ لربنا، اوعى تكسل واوعى تأجل، اوعى تأجل. الشيطان دايما يخليك في اسمه الشيطان، اسمه شيطان التأجيل. راح الشيطان لراهب في بستان الرهبان قال له على مهلك على مهلك، التدريب تجي واحدة واحدة وبالراحة كده، انت قدامك 50 سنة لسه تاني في عمرك. قال له ياه، عرف ان الحرب من الشيطان. انا افتكرته قدامي 100 سنة، يبقى انا اجاهد اكتر ما دامت ايه بقت 50. ده الانسان الشاطر اللي هو يهرب ويغصب نفسه ويلتزم ويداوم على الالتزام. ربنا يدينا حياة الصلاح، والثمرة دي ثمرة الصلاح. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.